أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة فون اف ام في حلقة جديدة من برنامج حكاية. برنامج حكاية يسلط الضوء على مجموعة قصص لأناس عانوا من التطرف، حاولوا قدر الإمكان أن يبتعدوا عنه، لكنهم رأوا أنفسهم فجأة في خضم صراع خلف آثارا سلبية. سنحاول أن نجمع قصصهم وحكاياتهم وما جرى معهم لنكون معا صورة عن تلك الأيام السوداء. برنامج حكاية يأتيكم عبر إذاعة فون اف ام. كان من الصعب على حمو الخمسينية والأم لستة أبناء أن تروي حكايتها الأليمة وتصف ما عاشته من عذاب في السجن، وأي سجن. بعد احتلال مدينة عفرين آذار 2018 اضطرت أن تنزح كمعظم سكان المدينة نحو الشهباء بريف حلب ومنها إلى مدن الجزيرة، مكرهة تاركة ابنتها في الشهباء. ولا أمش آخا عفرين خام دركتن أم بدل شواتي دركتن. خرجنا من أرضنا عفرين بقلب محروق. نزحت منها يوم الجمعة حوالي 5:00 صباحا. كان آخر يوم لنا، كان يوما ماطرا. كنا نقول في أنفسنا: يا رب، هل ستعود عفرين لنا؟ كانت الناس تخرج أفواجا من المدينة باتجاه جبل الأحلام. هناك من فقد حياته على الطريق. وصلنا الشهباء، بقينا هناك قليلا، لكن خرجت منها مكرهة. لم أكن أريد الخروج منها كي أبقى قريبة من عفرين وأستطيع شم نسيمها. يقودها الحنين إلى مدينتها عفرين وابنتها في الشهباء للسفر هناك كي تكون قريبة على الأقل من منزلها في المدينة التي احتلها الأتراك وسيطرت عليها فصائل مسلحة موالية لتركيا ترتكب الانتهاكات بحق البشر والحجر. لكنها تعرضت للاعتقال في إعزاز وتم سوقها لسجن مارع الواقع تحت سيطرة تركيا والفصائل المدعومة منها والسيء الصيت. أول رمضان بو مجبر بازدا. كان أول أيام شهر رمضان. خرجت من تربسبية، وصلت لإعزاز، وهناك تم اعتقالي. كنت في طريقي إلى حلب ومنها للشهباء كي ألتقي ابنتي. كنا 9 نسوة في حافلة واحدة، وتم القبض علينا جميعا. ساقونا نحو المركز الأمني في مدينة إعزاز، ودون أن يحققوا معنا أو يستمعوا لأقوالنا قالوا لنا: أنتن كفار ويجب أن نفصل رؤوسكن عن أجسادكن. فقلت لهم: نحن لسنا كافرات، أنتم إرهابيون. عندما يتم اعتقالكم قواتنا يقدمون لكم الأدوية، بينما أنتم تريدون قطع رؤوسنا. خيرهم كافر نشبو كم كافر ونإرهابنا. في السجن وبعد أن قادها فصيل السلطان مراد والعمشات لمركز أمني في إعزاز، تعرضت حمو لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات بتهمة أنها تدعم وحدات حماية الشعب من جهة، وبأنها يزيدية كافرة بحسب فكر هذه الفصائل المتشددة. أمهات كاتني حبس عزازة أمنيات. في المركز الأمني في مدينة إعزاز قامت إحدى النسوة بضربي على ظهري وقدمي وقالت: أنتن كفار ويجب قتلكن. بعدها أخذونا للمحكمة ومنها إلى سجن مارع. بقيت فيه 3 أشهر كاملة. أبنائي وزوجي كانوا يبحثون عني طيلة هذه الفترة. حتى الطعام كان مختلفا في سجن مارع، فتبقى المعتقلة أمام 3 احتمالات: إما أن تموت جوعا، أو تأكل طعاما ممزوجا بلحم بشري، أو تأكل على حسابها، كما تزيد حمو. كانوا يضعون لحم البشر في الطعام ولا نقدر أن نأكل من طعامهم. فمثلا لما كانوا يقدمون لنا وجبة المجدرة أو العدس كانوا يضعون فيها أحجارا وأشياء غريبة، فكنت أتناول طعامي من حسابي الخاص بعد أن أرسل لي ابني المال.
لكن الحدث الأبشع عايشته سجينة أخرى في زنزانتها، ترويه لنا أم حمو. كانت هناك سجينة بجانبي قالت لهم أريد ولدي، فقالوا لها الآن سنحضره لك. بعد أقل من ساعة كانوا قد وضعوا ابنها في صحن الطعام وقدموه لها، لقد أكلت لحم ابنها. قبل ذلك ذات المرأة وضعوها فيما يعرف ببساط الريح وعذبوها، فاعترضنا على ذلك، وكانت النتيجة أن عاقبونا أيضا ووضعونا في زنزانات منفردة ورشونا بالمياه الملوثة، وبمجرد أن كانوا يسمعون أصواتنا كانوا يضعوننا في دورات المياه. كنا ندعو الله أن يخلصنا من هذا السجن، لأنه حتى القطط لا تستطيع أن تبقى في هذا المكان المتسخ. كنا نقول لهم احترمونا قليلا ودعونا نخرج لاستنشاق الهواء، أنا مريضة وأعاني من القلب. كانوا يسوقوننا لغرف التعذيب ويضربوننا بالكابلات الرباعية ويصعقوننا بالكهرباء. أو شوف السركة رباعية درناخ تهلكة. كل صنوف التعذيب هذه التي مارسها عناصر فصائل تدعي أنها ثورية وتنشد الحرية جعلت هذه السجينة العفرينية تفكر بالانتحار لتتخلص من العذاب نهائيا. كانوا يأخذوننا إلى المحكمة وكانوا يقيدوننا، وقبل أن ننطلق كانوا يضربوننا بالكابلات بشدة ثم يقيدوننا، ومنها إلى المحكمة، ومن ثم يعيدوننا مقيدات، وكانوا يستهزئون بنا لأننا كرد ومقبوض علينا. وقيدة حناك ما ذكره أما ما هذا كرد قرتنا. في هذا السجن الذي كان يحوي حينذاك على 1500 سجينة بحسب أم حمو، كل شيء كان مباحا على ما يبدو، وكأن الضرب والتعذيب والإهانات النفسية لا تروي ظمأ هؤلاء المتطرفين، فكان الاغتصاب يتجلى بأبشع صورة له في هذا السجن المقبرة. اغتصاب أبو كان هناك حالات اغتصاب للفتيات والنساء. جاءوا بفتاة ووضعوها في غرفة، لن أنسى ذلك اليوم. فقد قاموا برشنا بمياه المجاري الملوثة لأننا فقط اختلسنا النظر إليهم من خلال فتحة في الجدار. رأيناهم وهم يضربون المرأة بالكبل الرباعي ولا يريدوننا أن نرى ذلك، وفي حال رؤيتنا لأي شيء يضعوننا في دورات المياه وفي غرف تشبه القبر، ولا يوجد فيها لا باب ولا نافذة ولا فتحة هواء. كانوا يقولون سيصبح هذا عبرة للأخريات كردا كانوا أم عربا. بعض السجينات لم يتحملن كل هذا العذاب، فقررنا إنهاء حياتهن في السجن بطريقة غريبة. الكثير من النساء أزهقن حياتهن حين وجدن الفرصة. كن يستخدمن أغطية الكولا في ذبح أنفسهن. كن محكومات لسنين طويلة، وكان أزواجهن يتزوجون عليهن فيلجأن للانتحار. بعد 4 أشهر وهي مدة اعتقالها وسجنها، تم إطلاق سراح أم حمو، فذهبت برفقة أحد أقاربها إلى منزلها في عفرين لترى الفظائع التي قام بها من احتلوا المدينة، وكلبا مقيدا داخل بيتها. ذهبت لمنزلي، رأيت أنهم مزقوا جميع صور أبنائي، فقمت بجمعها. لم يتركوا شيئا لم يأخذوه من منزلي. كانوا قد قطعوا كل كابلات الكهرباء وربطوا كلبا في إحدى الغرف. زرت البئر الموجودة في ساحة منزلي وقمت برش القليل من مياهه على وجهي. قريبي قال لي لا تشرب الماء. قلت له نحن نشرب السم أيضا، فنحن شيوخ الإيزيدية. ذهبت لأرى منزل قريبتي، وكنت أريد أن أبقى في قريتي ومنزلي كي أروح عن نفسي، وقمت بفك رباط الكلب وإخراجه من هناك، وتجولت مطولا في فناء منزلي.
لا شيء يضاهي أن يكون الإنسان في منزله وعلى أرضه وفوق ترابه. وتبقى آمال هذه المرأة الكردية باقية في العودة إلى عفرين يوما ما. إلى حكاية قادمة، ابقوا بخير.